يا ساتر. معاك الخربوش، اعمل ايه؟ اتمنى تكون بخير. عايز تبقى مبدع، عايز تبقى جامد، عايز تبقى جاحد، عايز تبقى الاتنين في واحد، فالكتاب ده متوجه ليك يا اخويا. معنى كتاب Steal Like an Artist، او لو ترجمة جوجل اسرق كفنان. ففي الكتاب ده الكاتب بيقولك ازاي تبقى مبدع. فالكتاب ده ممكن نفرده 6 أو 5 نقط. فأول نقطة، ازاي تبص للعالم زي الفنانين. أي فنان مبدع دايما بتسأل السؤال ده، بتجيب أفكارك منين؟ أوستن كليون واللي هو كاتب الكتاب، هنقول اسمه كتير ركز معاه، بيقول إن الفنان الصادق هيقول إنه سرقة. هتقول لي إيه ده؟ فنان وبيسرق؟ وده ياخدنا لجزئية تانية في الكتاب والتي هي لا يوجد شيء أصلي. يعني ايه الكلام ده؟ هقولك اخويا. الكاتب جوناثان ليثم ده روائي أمريكي، قال لما الناس بتقول على حاجة أصلية أو اللي هي دي فكرة جامدة أوي متعملش زيها، بتبقى الناس باحتمال 90% مش عارفين بس مصدر الحاجة الأصلية اللي بيقولوا عليها دي. فده هنا الفنان المبدع الحقيقي فاهمه إن مفيش حاجة بتيجي من الفضاء، واللي هو هوب فكرة. كل الفنانين بيبنوا على اللي جه قبل كده، فممكن تشوف إن الحاجة دي وحشة، لكن بالعكس لما بتخرج من سجن إن لازم فكرة أصلية 100% وتروح إنك تبني على اللي فات، ده ساعتها بتبقى باصص على العالم زي الفنانين، بتبقى شايف ايه اللي يستحق السرقة وايه لأ. ودي أول خطوة لإزاي تبقى مبدع. قلد لحد ما يبقى ليك أسلوبك الخاص، وابني على اللي بنوه زمان، ما تخترعش حاجة من الفضا، لأن أيا كان الحاجة اللي هتخترعها اتعملت بالفعل. تاني حاجة في ازاي تبقى مبدع، اكتب الكتاب اللي تحب تقراه. يعني ايه الكلام ده؟ أقول لك يا اخويا ببساطة، تخيل انت تحب تسمع ايه، وتخيل انت تحب تقرا ايه واعمله. في حكاية لعضو في باند مزيكا بيقول زمان ان مكانش فيه نت، فكان بيستنى وقت الريليز بتاع اغاني فرقته المفضلة، فكان في الوقت اللي بيستناه ده كان بيعمل هو ذات نفسه اغاني بيحاول يتوقع فيها الالبوم بتاع فرقته هيبقى ازاي، ولما الالبوم ينزل يقارن اغاني اللي عملها بالالبوم، ففي النهاية الاغاني اللي كان بيتوقعها دي بقت اغانيه هو. فببساطة اكتب الكتاب اللي تحب تقراه، تخيل كاتبك المفضل لو اجتمع مع كاتب تاني مثلا هيعملوا ايه، وتحاول انت تعمله. تشوف الحاجة دي هل هتبقى حلوة، ولو بقت وحشة هتبقى ليه، وتحاول انت تصحح الموضوع ده في انه ما يبقاش وحش. فببساطة اكتب الكتاب اللي تحب تقراه، واصنع الحلقة اللي انت عايز تشوفها، اعمل المنتج اللي انت حابب تستخدمه. تالت حاجة في ازاي تبقى مبدع، الهوايات والمشاريع الجانبية مهمة. كاتب الكتاب هنا بيقول ان المشاريع الجانبية اهم حاجة بيعملها في حياته المهنية. بس الاول قصده ايه بمشاريع جانبية؟ المشاريع الجانبية هي الحاجات اللي انت بتعملها للعب او اللي هو بله وخلاص، بتعملها ومش مستني حاجة منها. وبيقول برضو ان حاجة حلوة يبقى عندك مشاريع متعددة ماشية في خط متوازي، فلما تزهق من واحد تنقل للتاني وتنقل للتالت وتنقل للرابع. منافل اهي. اسف. وده بياخدنا لنقطة تانية، خد وقت انك تصبح ملان. الناس المبدعين بيحتاجوا وقت انهم ما يعملوش حاجة، وما يعملوش حاجة مش معناها ان هم يسكرولوا في الموبايل، ما يعملوش حاجة نهائي. فلما يكون عقلك فاضي او ما عندكش اي فكرة ولازم تطلع فكرة، اغسل مواعين، بص في نقطة في الحيطة، اقعد باصص في البلاط، اي حاجة، وصدقني تطلع بافكار جامدة فشخ. رابع حاجة في ازاي تبقى مبدع، الهوايات وتعدد الشغف. لو انت عندك هوايتين او شغفين او حتى 3 أو 4، متحسش انك لازم تختار واحدة بس منهم. لو انت عندك كذا شغف خليهم يقعدوا مع بعض كده، بس انت قاعد الكتابة مع التصميم مع البرمجة مع لعب الكورة كده، وتقول لهم ايه في ايه مالكم، صوتكم جايب اخر الشارع، فتخليهم يتفقوا مع بعض. بل والأحلى انك تلاقي طريقة تدمج بيها هواياتك، انهم يصبحوا هواية واحدة. انتوا الاتنين واحد. مثلا بتحب تسمع اغاني جدا وبتحب تكتب في نفس الوقت، فلما ندمجهم هتبقى تكون بتكتب اغاني. فاهم قصدي؟ اتمنى تكون وصلت النقطة دي بطريقة حلوة. فببساطة تحاول تلاقي طريقة تدمج بيها هواياتك او الشغف حقك. فمن المهم جدا ان يكون عندك هواية حتى لو تافهة، تعشق تشد في شعر رجلك مثلا، ودي حاجة الصراحة غريبة يعني لو بتعملها ما تتفرجش. المهم ان من المهم يكون عندك هواية، لان الهواية الشيء الوحيد اللي بتعمله وانت مبسوط، مش مستني منه فلوس، مش مستني مثلا شهرة منه او حاجة، بتعملها لنفسك انت بس. فحاجة حلوة ان يكون عندك هواية، واوعى ان لو عندك كذا واحدة ترمي واحدة منهم وتقول اصلا انا عندي كذا شغف، وده غلط.
ده مش غلط نهائي، بل والعكس، دي حاجة حلوة وتديك مرتبة زيادة عن الناس. فخامس نقطة في ازاي تكون مبدع بعنوان الغموض في البداية حلو. كان بيجي الكاتب دايما ايميلات بيتسأل فيها ازاي حد يكتشفني، ازاي يبقى فيه دنانير وبلانكو وفلوس بالكم في البنكو. فالكاتب ببساطة بيقول للأسف محدش فاضي عشان يشوف شغلك. فهتقول ايه ده، فين جبر الخواطر وبتاع؟ فأقولك بالعكس، دي حاجة حلوة لأنك مش عايز تبقى معروف غير وانت بتعمل حاجة حلوة، صح؟ يعني مش عايز حد يعرفك وانت بتقدم شخاخ. ايا كان بقى الشيء اللي بتعمله، كتابة، غنى، صناعة محتوى، تصوير، اي حاجة. فنعيد تاني، انت مش عايز حد يعرفك وانت بتقدم شخاخ. للأسف 100% في الأول هتكون كده. افتكر أول مرة عملت الحاجة اللي عايز تكون معروف بيها وتبص لمستواك دلوقت تقول ايه ده، أنا أحلى بكتير. فبالظبط انت في تحسن مستمر. فانت هنا بقى دلوقت في حاجتين لازم تعملهم في الفترة دي. أول حاجة، كون حر انك تعبط. وتاني حاجة، لما تعمل حاجة حلوة شاركها مع الناس. فنروح لأول نقطة ونشرح. كون حر انك تعبط، تعبط عادي. كون حر انك تعمل حاجة جديدة غريبة مطرقعة كده، حاجة حسنة بروس. انت عندك الحرية لان ببساطة محدش يعرفك. فاستغل الوقت اللي انت مش معروف فيه انك تجرب زي كده. انا بجرب حاليا. وتاني حاجة، لما تعمل حاجة حلوة شاركها مع الناس. بمعنى مثلا بترسم، عملت رسمة حلوة، نزلها يا عم على جروب ناس بتحب الرسم، فتشوف فعلا الفيدباك على رسمك. وخد مثال ده على اي حاجة بتعمل، اي حاجة حلوة شاركها للناس. الموضوع ده دلوقتي بقى مفيش اسهل منه. فببساطة استغل الفترة دي احسن استغلال. وبس كده صديقي، كان معاك الخربوش. اوعى تتكسف من انك تعبط وتجرب وتشارك مع الناس الحاجة اللي بتعملها، حتى لو اتقابلت باسلوب وحش، لانها ببساطة اخرها متر في متر. بس كده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاك اخوك الخربوش.